15/6/2009 حدث خلى كل المصريين والعالم كله ينبهر بالكرة المصرية. تعال أقول لك إيه هو. في 15/6/2009 منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة كان بيلاعب منتخب البرازيل. في الوقت الحالي أو منتخب مصر بشكل عام من 2006 لحد 2010 كان في القارة الأفريقية أو في الكرة الأفريقية منتخب مصر كان مسيطر سيطرة كاملة على الكورة كاملة. عايز أقول لك إن كان المنتخبات إحنا لما كنا بنيجي يعني نشوف إحنا هنكسب كام أو هنعمل إيه، إحنا بنتكلم مين المنتخب اللي يعرف يقف قصادنا أصلا، يعني ده منتخب مصر يا باشا. بس بصراحة يعني في 2009 وكأس القارات تحديدا البطولة ديت غيرت حاجات كتيرة قوي 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 في منتخب مصر. أولا 15/6/2009 ماتش مصر والبرازيل في كأس القارات. الجيل اللي حضر الحدث ده هيبقى فاكر كويس قوي الحيثيات بتاعت الحدث ده. احنا كنا خايفين جدا، يعني تعالى بقى نتكلم كده بعشوائية شوية. احنا كجمهور كنا خايفين هتلاعب برازيل بطلة كاس عالم، مش 2006 2002 كانت بطلة كاس عالم. برازيل منتخب قوي قوي، كان كاكا، كان في لعيبة انت تخاف ان انت اصلا تلعب قصادها. ولكن منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة قدر ان هو يكسر كل ده. منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة قدر ان هو يعمل منظومة متكاملة، وده انا شايفه من وجهة نظري من ايام منتخب الشباب. يعني من منتخب الشباب وحسن شحاتة قدر ان هو يكون قوائم اساس للمنتخب المصري اللي من خلالها قدر ان هو ياخد 3 افريقيا ورا بعض. تمام. طيب تعالى في ماتش مصر والبرازيل كده هحكي لك شويه. قبل الماتش احنا كنا خايفين جدا، الجمهور يا باشا احنا هنشيل 3 و4 و5 وربنا يستر اصلا. يعني الماتش ابتدى، كاكا بيحط لك اول جون. طبعا اللي فاكر التشكيل كان الحضري، يعني سعيد وائل جمعه، تريكا، زيدان، لو انا فاكر شوقي، لو انا سيد معوض، احمد فتحي. احنا يا باشا جيل مرعب. الجيل ده اللي خد الستة، اللي خد 3 ورا بعض، اللي مفيش حد عارف يعملها لحد دلوقتي. ما حدش عارف ياخد 3 افريقيا ورا بعض غيرنا احنا يعني، ودي مكتوبه باسمنا يعني. المهم ما تنساش بس الاول تعمل شير وسبسكرايب كده للقناه، عشان ايه دي كده سلسله كده هنكملها مع بعض يعني. فالمهم جينا الشوط الاول، اول 5 دقايق ولا اول 10 دقايق طق البرازيل جون. شكرا. احنا قلنا بس طق زيدان التعادل. طب يا جدعان ده احنا بنروح اهو، ده في قشطه يعني، احنا جايين يلا بينا. 3-1. وإذ فجأة وما اللي اتحكى بعد كده بقى في الكواليس، واللي اتحكى من حسن شحاتة واتحكى من اللعيبة. حسن شحاتة دخل ما بين الشوطين قال انا مش هرجع مصر شايل سكور على الاقل. حافظوا على هيبتكم، حافظوا على منتخب مصر، حافظوا على الجيل ده يعني. الصورة دي نقلة للعالم كله، العرب كلها والعالم كله بيتفرج عليك. وإذ فجأة يأتي الهدف الثاني، محمد شوقي ومعرفش انا مش فاكر قوي يعني، كان تريكا وبعد كده محمد شوقي تقريبا هو اللي جابوا الهدفين. لحد ما حصلت حاجة، انا لحد اللحظة دي اللي عمل الحاجة دي انا مش مسامحه، بس انا هي حاجة عفوية يعني. ضربة الجزاء اللي عملها كابتن احمد المحمدي. انا يا كابتن احمد مش بيقولك مش مسامحك، بس يعني ربنا هو اللي بيسامح، ودي عفويه يعني عشان بس نكون متفقين. احمد المحمدي قرر ان في كوره هيخش يلمسها بايده ويجيب ضربه جزاء لمنتخب البرازيل عشان تخلص الماتش 4-3 في مباراه هي الاحسن، في مباراه هي الاعظم في الجيل ده لمنتخب مصر. وهنحكي تاني الماتشات، وهنحكي تاني بقيه الماتشات بتاعت المنتخب بشكل عام واحداثها. ولكن انا ليه بقول كده؟ لان في جيل ما شافش المنتخب ده، في جيل ما اتفرجش على منتخب مصر من 2006 ل 2010، هي النسخة الأقوى والأعظم والأحسن لمنتخب مصر بشكل عام. من تحت قيادة حسن شحاتة كان ناقصها حاجة واحدة بس، إن احنا نوصل كاس العالم. وللأسف الجيل ده ما قدرش إن هو يوصل كاس العالم
للاسف الشديد. ودي الحاجه اللي احنا كجمهور وكلاعيبه